إيه، احنا طبعا زي ما انا قلت لكم في البدايه، بالنسبه للمحاضره الاولى هيبقى انترودكشن بس لل NLP. هنعرف يعني ايه NLP ونفهم الكونسبت نفسه، المجال نفسه هيبقى عباره عن ايه، وايه الحاجات المختصه فيه من اقسام، من ابروتشز، من هو ذات نفسه كبروسيس تقسيمته ازاي. الكلام ده كله هنبقى نشرحه يعني ان شاء الله اليوم، وهيبقى كلام عام، فانت ما تستثقلش من المحاضره. هي نظري بالكامل، بس عشان انت مجرد تاخد اوفر فيو كده عن ال NLP. تمام، طبعا هي مهمة جدا، انا مش بقلل من المحاضرة، هي مهمة جدا، ومهم انك تبقى فاهم كل حاجة فيها. تمام. طيب، على مدار الكورس احنا طبعا ان شاء الله هنشتغل مشاريع كتيرة جدا، طبعا كل موضوع هناخده هنشتغل عليه مشاريع، والمشاريع هتبقى بدل مشروع واحد واثنين وثلاثة. تمام. احنا هيبقى طبعا عندنا في المحاضره مثلا الثانيه، احنا والله هنشرح تكست بري بروسيسنج تكنيكس. تمام. هيبقى في عندنا مشروع داتا كليننج، ومشروع ميسنج داتا هاندلنج، وهنعرف يعني ايه. طبعا احنا طبعا الكلام ده كله، انا بقول لك دول بس مشاريع احنا هنعملهم. يعني المشاريع دي كلها، ال 13 مشروع ده، او ال 13 جزئيه دول كلهم براكتيكال بس. طيب الثيوريتيكال احنا هنشرح في الاول ثيوريتيكال، بعد كده احنا هنطبق كل الكلام ده. هنشرح بقى الداتا كليننج ازاي احنا نهندل لما يبقى في عندي ميسنج داتا. والله في حاجه اسمها توكنايزيشن انا بعملها ازاي، في عندي حاجه اسمها نورماليزيشن انا بعملها ازاي، والله الستوب ووردز في NLP بستخدمها ازاي، بعمل لها امبورت ازاي، بكتبها بالكود ازاي، الستيمنج، الليماتيزيشن، الريجولار اكسبريشنز، الفيكتورايزيشن، POW، POS، NER، البارسنج. كل المواضيع دي احنا هناخدها ان شاء الله في المحاضره التانيه، هي المحاضره الجايه. تمام، هنشرحها بشكل ثيوريتيكال، وبعد كده نطبق على كل مشروع وكل نقطة احنا اتكلمنا عليها في النظري، هنطبق عليها بالعملي. تمام. وقيس على ذلك بقى كل المحاضرات. يعني في المحاضرة الثالثة هنتكلم عن التكست اناليسيز، وهنبدأ نبني بعض الموديلز، بعض السيمبل موديلز اللي هي يعني بالبلدي كده هتخدم علينا بالنسبة للثيوريتيكال، من انجرام لانجوج موديل، من السيمبل، ونبدأ يعني نوعا ما نبدأ نزيد عليه. طبعا احنا هنعمل برضو بيسك statistical لانجوج، وهن لانجوج موديل، واحنا برضو هنطبق الورد امبيدنجز، تكست سيميلاريتي، طبعا تفاصيل كتيرة جدا. وهتلاقي عندنا مثلا في المحاضرة الرابعة هنبدأ نطبق NLP مع الماشين ليرنينج باستخدام 3 بروجكتس. هنعمل والله الايميل كلاسيفيكيشن، هنعمل بريدكشن للستوك برايس موفمنت، اللي هو انه انا اتوقع مثلا سعر ستوك معين بناء على الاخبار اللي جايه لي. طبعا هنطبقها باستخدام اكتر من ماشين ليرنينج الجوريزم. وبعد كده هنبدا نتكلم عن الفاندمنتال نيورال نتوركس، وهنشرح فيها برضو طبعا يعني هنشرحها ثيوريتيكال، هنطبق عليها بالنظري. وبعد النيورال نتورك هنتكلم عن الار ان انز وعن الادفانسد ار ان ان، هنتعمق في الار ان ان والباي دايركشن ار ان انز. وبعد كده ندخل على النيو اركتكتشر CNN. طبعا احنا يعني ان كان في الاي ان ان او الار ان ان او CNN، كل الحاجات دي احنا هنتعلمها خصوصا او اختصاصا بالنسبه للNLP. يعني انا ممكن مثلا والله خدت الاي ان ان قبل كده، او الار ان ان قبل كده، او CNN قبل كده، لكن اخدتها كفكره عامه مثلا في الديب ليرنينج. لكن احنا هنا هنبقى نشرح الكلام ده كله يعني سبيشاليزيشن كده في ال NLP، بس ان هو انها تتعامل مع الكلام. تمام. بعد كده طبعا هنبدأ ندخل في الادفانسد اركتكتشرز، اللي هو الترانسفورمرز هتبقى تاخد اكتر من محاضرة عشان نشرحها، لحد ما نوصل للجزئية اللي احنا هنعمل فيها امبلمنتيشن للترانسفورمر بشكل كامل. تمام. وبعد كده طبعا هنطبق برضو عليه مشاريع، وندخل في الترانسفير ليرنينج، وبرضو نعمل بعض التشات بوتس باختلاف انواعها. وفي اخر هنبقى نطبق بعض المشاريع، هتبقى المحاضرة يعني براكتيكال او كود بشكل كامل. نطبق فيه بعض المشاريع ونكتبه مع بعض، ونفهم ازاي انا بوصل ما بين فهمي للمحاضرات اللي كانت على مدار الكورس، وما بين كتابة الكود وتطبيقه على احد مشاكل NLP او احد ابلكيشنز الخاصة بال NLP. تمام. طيب، ده بالنسبة للمشاريع. طبعا كده كده احنا يعني الكلام ده كله هنشوفه ان شاء الله بشكل عملي خلال المحاضرات الجاية، وهنطبق الكلام ده كله ان شاء الله مع بعض، مش هيبقى فيه اي مشاكل.
تمام. حد عنده، احنا خلاص احنا دلوقتي ان شاء الله هنشرح، نبدا ندخل في لان البي. حد عنده اي سؤال قبل ما نبدا؟ طيب، نيجي نعمل كده شير. تمام. طبعا احنا اليوم زي ما انا قلت لكم من شويه، احنا محاضره اليوم هيبقى محاضره تعريفيه بالناتشرال لانجويج بروسيسنج او NLP او معالجه اللغات الطبيعيه. قبل ما احنا ندخل في الكلام النظري والكلام الكتير ده، انا عايز اقول لك كلمتين دول مهمين جدا، انك بس تفهم ال NLP فعليا بيتعامل ازاي، او بيبقى عباره عن ايه. ال NLP او ناتشرال لانجويج بروسيسنج بكل بساطه، انا ببقى عباره عن ببقى بتعامل مع، بالنسبة للروبوت. اتفضل. طيب، بالنسبة للروبوت أنا بتعامل مع الكلام المنطوق والمكتوب. تمام. يبقى يعني لو احنا هنقولها بالبلدي كده، أنا بتعامل مع النصوص. طيب، بتعامل مع النصوص بس كده؟ هي الفكرة إنك أنت لما تتعامل مع النصوص أنت بتتكلم على مجال ويتضمنه مجالات فرعية كتيرة جدا أنت بتتخصص فيها بعد كده. يعني أنت أصلا كأن البي إنجينير مثلا، بيبقى كأن البي انجين بشكل عام لفريش. في الشركات بتلاقي مثلا السالري الخاص فيه بتلاقيه بيبدأ من 25 ل 50 كبداية كفريش كأن البي انجينير عام. طيب، لما انت بتيجي بقى تتخصص في الان ال بي، والله كان مثلا ال امز، تبقى تيستر، تبقى تشات بوت، تبقى مثلا متخصص في حته التشات بوتس بس، تبقى متخصص في حته اللارج لانجوج موديل، تبقى متخصص في، طبعا تخصصات ال NLP كتيره جدا، واحنا هنبقى يعني نمر عليها خلال الكورس بتاعنا. كل طبعا ما تخصصت كل ما طبيعي بيبقى السعر بتاعك اعلى. فاللي احنا كنا عايزين نقوله ان انت بتتعامل مع النصوص بشكل كامل، انك انت تفهم الروبوت كلام الانسان، وده اللي احنا بنسميه ناتشورال لانجويج. تمام. وانك برضو تعمل العمليه العكسيه، انك تفهم الانسان كلام الروبوت. بمعنى انه انت تخلي، دلوقتي انا مثلا باجي بتكلم مع روبوت، انا بكلمه بلغتي العاديه اللي هو احنا بنسميها هيومن لانجوج او ناتشورال لانجوج. المفروض الروبوت بقى طبعا ما بيبقاش بيستوعب الكلام ده. طيب، يبقى هو طب بيستوعب ايه؟ انا عايز ابقى، او كأن البي انجينير، ببقى حلقة الوصل اللي هتخلي الروبوت يفهم كلام، وركز هنا، يفهم كلام ال الانسان اللي بيتكلم معاه، او يفهم الناتشرال لانجوج، او يفهم الهيومن لانجوج. ومش بس كده كمان، لا، بناء على الفهم ده هينتج تكست ويرد بيه على الانسان. تمام. ده باختصار قوي فكرة ال NLP. طبعا وانت بقى اسرح بخيالك في كمية الحاجات اللي ممكن تتعمل، واحنا اوريدي طبعا هتشوف انت اوريدي الكلام ده معانا خلال الكورس في البروجكتس اللي احنا هنعملها بشكل عملي. طيب، الحاجات اللي احنا هنبقى نشرحها ان شاء الله، هنتكلم طبعا كانترودكشن بسيط، وبعد كده هنتكلم عن NLP اسبيكت، وليه ال NLP واهميته والابروتشز والكومبوننتس، وهنتكلم عن احد اشهر التيست اللي اسمه تورينج تيست، وبعض الابلكيشنز لل NLP، ونفهم ليه يشاع انه ال NLP يعتبر صعب. هنفهمه بشكل كامل ان شاء الله، يعني هو كده كده سبب بسيط. ونشرح اشهر التكنيكس واشهر اللايبريز والتولز اللي احنا هنستخدم اغلبها ان شاء الله معانا في الكودينج في المحاضرات اللي قدام. وبعد كده هنتكلم في جزئية ال NLP بالنسبة للغة العربية. وفي الاخر هنختتم ب ايه، يعني ايه مستقبل ال NLP لقدام. طبعا هذا هيبقى كلام عام مش اكتر. تمام. طيب، اول حاجة معانا، واللي احنا طبعا احنا اوريدي المفروض نبقى عارفين الكلام ده، لكن كبداية انا بيبقى في عندي بالنسبة للداتا، بالنسبة للبيانات، مقسومة لقسمين. في عندي حاجة اسمها structured data، واللي هي بتمثل الأقلية في العالم اللي احنا عايشين فيه، والان structured data اللي هي بتمثل الأغلبية بالنسبة للعالم اللي احنا عايشين فيه. طب ايه الفرق ما بين الستراكشر داتا والان structured data؟
الاستراكشر داتا بكل بساطة هي عبارة، طبعا هو استراكشر داتا معناها أو ترجمتها الحرفية الداتا المنظمة مثلا، تمام، أو المهيكلة. طيب هي بمعناها ايه؟ من اسمها الاستراكشر داتا، يبقى هي عبارة عن داتا بتبقى مرتبة ومنظمة في جداول، تمام. طبعا احنا الكلام ده كله هندخل فيه ادفانس لقدام اكتر عشان نفهم، لكن احنا خلينا يعني بأبسط طريقة ان احنا نقول ان هو عبارة عن صفوف وأعمدة موجودة في داتابيس، تمام. طب تبقى عبارة عن ايه؟ ممكن تبقى ارقام، ممكن تبقى تواريخ، ممكن تبقى string. والسترينج ده اللي احنا بنقول عنه او بنتكلم عن التكست بنقول سترينج، يبقى السترينج هو نفسه التكست، تمام. طب هي تمثل ما يقارب 20% من الانتربرايز داتا بالنسبة للعالم. هي تعتبر الأقلية لأن الستراكشر داتا بتبقى عبارة عن داتا منظمة، مش أي حاجة. يعني مثلا أنا لو أنا في عندي والله صور، فيديوهات، فويسات، مثلا ايميلز، سبريد شيتس الى اخره، من الحاجات دي مش منظمه، دي تعتبر unstructured data. فانا عندي اقل لما بيبقى نظام الجداول وداتا بيس والداتا بشكل عام في الناحيه دي بتبقى اقل، عشان كده هي تمثل 20% تقريبا من الداتا في العالم. وطبعا بما انها منظمه فبيبقى محتاجه ستورج او مساحه تخزين اقل، وبنفس الوقت بما انها منظمه بيبقى الحمايه ليها اعلى واسهل، تمام. طبعا هو اعلى كده كده احنا بنبقى او من تارجت، اي حد بيبقى مثلا بيعمل موديل معين لازم يبقى التوب سكيورتي لان السكيورتي اهم حاجه. لكن الفكره انه الاستراكشر داتا بتبقى اسهل في انه انا احميها. ليه؟ لانه انا عارف ده جاي منين ورايح منين. الانستراكشر داتا على النقيض تماما ما بتبقاش عباره عن صفوف واعمده في الداتابيس، تمام. بيبقى ليها اشكال مختلفه وكتيره جدا، منها الصور ومنها الصوت ومنها الفيديوهات ومنها الوورد بروسيسنج فايلز ومنها الايميلز ومنها السبريد شيتس ومنها اشكال كتيره جدا. وهي اصلا اللي بتمثل اغلب الداتا الموجوده في العالم، اللي هي ما يقارب 80% من الداتا الموجوده في العالم. طبعا بما انها مش منظمه فتبقى محتاجه ستورج اكتر، وبنفس الوقت تبقى اصعب انك انت تقدر، وركز هنا فوقك من السكيورتي، تقدر تكنترول. كنترول طبعا تحتها بقى بيجي بقى انك انت تقدر تمانج، تقدر تبروتكت، تقدر انك انت او فكرة انك انت اصلا تبقى تخليها سيكيور تبقى اصعب بالنسبة لك. هي مش مستحيلة لكن تفضل صعبة، تمام. طيب الناتشرال لانجوج بروسيسنج الكلمة دي مقسومة، او الناتشرال لانجوج بروسيسنج ككونسيبت نقدر نقسمه لاسمين: ناتشرال لانجوج اهو القسم الاول، وبروسيسنج اهو القسم الثاني. طب الناتشرال لانجوج بكل بساطه هو عباره عن ايه؟ هي عباره عن طبعا ترجمتها حرفيا اللغه الطبيعيه. فالناتشرال لانجوج عباره عن اللغه اللي الانسان بيتواصل بيها، باختلاف بقى اللغه عباره عن ايه: عربي، انجليزي، الماني، صيني، روسي، بغض النظر عن ايه اللغه كلها تندرج تحت اسم ناتشرال لانجوج، تمام. عندنا ما يقارب يعني كعدد ناتشرال لانجوجز ما يقارب 6500 لغه موجوده على مستوى العالم. وطبعا ده ايه يعني بالنسبه للرسميه، طبعا في غير رسميه بتبقى اعداد اكتر من كده كمان. طيب طب بيجي بقى عندنا حاجه اسمها، طيب احنا او اللي احنا عارفينها اوريدي بروجرامينج لانجويجز. البروجرامينج لانجويج زي مثلا البايثون، هل بيتم اعتبارها ناتشورال لانجويج ولا بيتم اعتبارها نون ناتشورال لانجويج؟ عايز حد يجاوبنا عليها دي. non natural language. نون ناتشورال لانجويج. طيب طبعا هو اجابته أعت- صحيحه. ليه نون ناتشورال لانجويج؟ لانه بكل بساطه البروجرامينج لانجويج مش، واللي احنا دي اصلا بتطلعنا عن التعريف الاساسي للناتشورال لانجويج، هي مش عباره عن لغه الانسان بيتواصل. هل انت شفت حد والله بيقول لك تاني برنت مش عارف ايه؟ مفيش حد بيجي يقول كده. فهي ما يتمش اعتبارها لغه طبيعيه، لا هي لغه غير طبيعيه، تمام. طيب بالنسبه بقى لبروسيسنج، البروسيسنج طبعا زي ما احنا عارفين اللي هي كترجمه حرفيه معالجه. طيب ايه اللي احنا نقصده بيها هنا؟ انه هي الطريقه اللي الكمبيوتر بيتعامل فيها مع البيانات
وبشكل خاص التكست داتا. تمام. طيب الفورمال ديفينيشن للناتشورال لانجويج بروسيسنج او ال NLP او معالجه اللغات الطبيعيه هو عباره عن مجال في الذكاء الاصطناعي بيبقى مختص بان هو يكريت كمبيوترز. طبعا احنا يعني ده تعريف عام، احنا لو هنخصصه نقول موديلز. تمام. الموديلز دي بتستخدم اللغه الطبيعيه كانبوت او اوتبوت او الاتنين مع بعض. تمام. فانا عندي مثلا ممكن يبقى الكمبيوتر او الموديل الخاص بيا بيستقبل كلام، ولا نفترض ان احنا بنتكلم في فويس اسيستنت مساعد صوتي، فهو هيبقى بيسمع الكلام من اليوزر، بيدخل الكلام ده للموديل، الموديل بيفهمه. تمام. وده اللي بينطبق تحت ال NLU او Natural Language Understanding، وهنتكلم عليه بالتفصيل ان شاء الله في المحاضرة دي. طيب بعد ما يفهمه المفروض بقى يرد عليه، فده اللي بيدخلنا على القسم الثاني واللي هو الجينيريشن او الناتشرال لانجويج جينيريشن، واللي هو بيطلع لي الناتشرال لانجويج كاوتبوت يرد بيه على اليوزر. طبعا طيب ايه تفاصيل ان ال يو، ايه تفاصيل ان ال جي، ده احنا هنتكلم عليه بالتفصيل ان شاء الله في المحاضره دي. طيب ايه الاوبجيكتيف او الهدف الاهم بالنسبه لان ال بي، او اللي نقدر نقول عليه الهدف الالتيميت اوبجيكتيف اوف ان ال بي؟ انه بكل بساطه ان هو يقدر يقرا ويفهم ويمنطق اللغات البشرية بطريقة مناسبة للموديل أو مناسبة للكمبيوتر، وإنه يتعامل بناء عليها. تمام. فإنه أنا أحول حاجة بنسميها فري فورم تكست، كلام عادي، تمام، لستراكشرد داتا أو العكس. طبعا أغلب ال NLP تكنيكس تبقى معتمدة على إيه؟ تبقى معتمدة على الماشين ليرنينج، ومن خلال الماشين ليرنينج الجوريزمز هو اللي احنا بنقدر نشتق منها المعاني من الهيومن لانجوجز، انه يقدر يفهمها الموديل او يقدر يفهمها الكمبيوتر. طيب طبعا ايه هيجي حد يقول لي طب والديب ليرنينج؟ ما هو الديب ليرنينج اصلا عباره عن جزء من الماشين ليرنينج، احنا المفروض ده الكلام ده متفقين عليه. طيب طبعا معذره، مش سهل انه انت تخلي الماشين يقدر يفهم ازاي احنا بنتواصل. ليه؟ لانه انت بالنسبه لك اللغة الطبيعية، انت في بدايتك لتعلم مثلا اللغة العربية انت كنت مثلا بتعاني في انك تتواصل، ان كان مثلا غلط في مخارج الحروف، ان كان مثلا احيانا بعض الجمل ممكن يركبها الطفل غلط الى اخره. تمام. لحد ما يبقى الحاجة يعني في عقلك الباطن وانت بتتكلم، لدرجة انك ممكن توصل تتكلم دون ما تفكر. يعني يبقى كلامك ممكن يوصل لمرحلة رد فعل من اللاوعي. احنا بقى ده المشكله بالنسبه للماشين. بالنسبه للماشين هو بالنسبه له لا، الهيومن لانجوج دي حاجه اصعب مما يتخيل. لانه احنا بالنسبه لنا خلاص هو احنا الكلام متعودين عليه. انا مش هاجي لما انا ابقى عايز اتكلم ما بفكرش والله، ممكن افكر في مثلا والله هصيغ الكلام ازاي، لكن الكلام نفسه انا فاهمه. هو بقى بالنسبه له عشان يفهم محتاج يفهم القواعد بتاعت اللغه، محتاج يفهم اللي هو الجرامر، محتاج يفهم تشكيل الكلمات، محتاج يفهم تشكيل الجمل، محتاج يفهم ازاي اصلا اعرف ان الجمله دي صح، وازاي اعرف ان الجمله دي غلط، وازاي اعرف ايه اللي يعتبر خطأ املائي وايه اللي ما يعتبرش خطأ املائي، وايه الكتابة الصحيحة وايه السنتكتيك الصح وايه السيمانتك الصح الى اخره من التفاصيل. ففكرة انه الماشين تفهم اللغة دي صعبة جدا. لا واحنا كمان مش عايزينها، لا هي احنا عايزينها تفهم understanding وبعد كده تعمل generation، انها تنتج او انها تطلع الهيومن لانجوج كاوتبوت. طيب بالنسبه بقى لان البي اسبكت، لان البي هو عباره عن فرع من افرع ايه الذكاء الاصطناعي. بيبقى مختص بايه؟ والله مختص بالناتشرال لانجوج. لانه زي ما انا قلت من شويه في السلايد اللي قبل، قلنا ايه؟ قلنا ان الناتشرال لانجوج بالنسبه للماشين هي اكبر مشكله انه يقدر يفهمها. ليه؟ لانه هي محتاجه فهم حاجات كتيره جدا عشان يقدر يوصل للفول اندرستاندينج ويقدر يتعامل معاها بكل سلاسه زي ما احنا بنتعامل. تمام.
طب احنا بقى بنخليه يوصل للفهم ده ازاي؟ من خلال بقى الخوارزميات المختلفه اللي احنا هنبقى نستخدمها ونتعرف عليها لقدام، والاركتكتشرز برضو المختلفه نبقى نتعرف عليها ونستخدمها لقدام. تمام؟ فانت زي ما انت شايف مثلا في الصوره دي، لان البي بيجمع ما بين طبعا انت عندك الماشين ليرنينج والديب ليرنينج والناتشرال لانجوج بروسيسنج والارتفيشال انتليجنس واللينجويستيك، او اللينجويستكس اللي هو علم اللغويات. فانت عندك ان ال بي بيبقى جامع ما بين الاي اي، ما بين الماشين ليرنينج، وما بين الديب ليرنينج، وما بين اللينجويستكس. لان هو كل فهم الحاجات دي انت محتاج تبقى فاهمها عشان انك انت تقدر تطلع موديل صحيح. وده اللي احنا هنعلمه لك ان شاء الله خلال الكورس ده. طيب ليه ال NLP؟ لانه والله بكل بساطة ال NLP هو طريقة تواصل الكمبيوتنج ديفايسز باستخدام الناتشرال لانجوج. انه انا معلش، ان هو يتفاعل معايا ويرد عليا. لانه انا في الاول وفي الاخر لو انا مثلا والله بتكلم باللغه الطبيعيه، هو بالنسبه له مش فاهم. لو هو اتكلم باللغه الخاصه بيه، انا بالنسبه لي هبقى مش فاهم. فانا عشان اعمل او افاسيليتيت اسهل الكوميونيكيشن ما بيني وما بين الموديل، فانا محتاج ان هو يبقى فاهم اللغه الطبيعيه دي. تمام؟ خصوصا مثلا في المساعدات الصوتيه، او في الروبوتات الذكيه اللي هي اوريدي هيبقى فيه كوميونيكيشن ما بينها وما بين اليوزر، او الفاينل او الاند يوزر، اللي هو اصلا بيبقى ملوش اي علاقه بالبرمجه. فهو محتاج يبقى فاهم لغه الطبيعه عشان يقدر يتواصل. وبنفس الوقت عشان انا اقدر اكسس كميه كبيره جدا من المعلومات والنولج اللي بتبقى موجوده كبيانات، كداتا، كرو داتا، وبتبقى متخزنه ومكتوبه باللغه الطبيعيه. فانت مثلا بتلاقي ابحاث كتيره جدا، او معلش كل الابحاث بتبقى مكتوبه ايه؟ باللغه الطبيعيه، ان كان انجليزي ان كان عربي الى اخره. فانا لو انا ما خليتش الموديل، معنا في بعض الموديلز ومنها مثلا زي تشات جي بي تي. تشات جي بي تي اصلا عشان يفهم حاجه معينه او يبقى ملم بكل الحاجات، محتاج يقدر ان هو يقرا اي بحث مثلا علمي ويستفيد منه. طب هو لو ما يفهمش انه مثلا الانجليزي او العربي، مش هيقدر يستفيد من الابحاث دي. تمام؟ طيب طبعا يعني دي احصائيه كانت في نهايه 2020، انه في سنه 2020 كان ما يقارب، حصل جنريشن لكميه داتا تقدر ب 40 زيتا بايتس كحجم. تمام؟ طبعا هنا عندك مثلا بعض الامثله، يعني مثلا بالنسبه لليوتيوب كان في ما يقارب 400 ساعه من الفيديوهات بيحصل لها ابلود في الدقيقه الواحده. مثلا بالنسبه لتويتر كان ما يقارب النص مليون تويت كانت بتنزل، اللي هو اكس حاليا يعني، بتنزل في خلال الدقيقه. عندك مثلا بالنسبه للانستجرام كان في ما يقارب ال 200 او ال 100 مليون صوره او فيديو بينزل كل يوم. فكل الداتا دي، ما هي في الاول وفي الاخر دي عباره عن داتا. ما ممكن مثلا حد والله يجي على يوتيوب وينزل مثلا فيديو شرح لحاجه، الحاجه دي انا ممكن اصلا ابقى عايز ان الموديل بتاعي يبقى يفهمها. فهو هيفهمها ازاي؟ لازم يبقى فاهم الهيومن لانجوج. تمام؟ طيب طبعا انت لو فكرت فيها لثانية هتلاقي انه في حاجات كتيرة جدا ال NLP بيبقى فيها. لانه انت عندك اي حاجة منطوقة او مكتوبة، هيبقى ايه؟ لازم يتعامل معاها الموديل من خلال ال NLP. عندك ان كان يعني مثلا ان كان ابحاث علمية، ان كان فيديوهات، ان كان صور، ان كان الى اخره من كل الكلام ده. طبعا انا بتكلم على في الفيديوهات الصوت، وفي الصور مثلا التكست بيبقى مكتوب على الصورة. تمام؟ فاغلب وفي حاجات كتيره جدا، يعني انا بقول لك على سبيل المثال مش الحصر، في حاجات كتيره جدا بتتعمل من خلال اللغه او الهيومن لانجوج. فانا ببقى محتاج الموديل بتاعي يبقى فاهم الكلام ده. وغير ذلك منها المثال اللي انا كنت لسه موريك له صوره عنه، اللي هو الداتا. انت في عندك يعني احنا هنا كل الداتا اللي احنا بنتكلم عليها كلها داتا تعتبر من السوشيال ميديا، فاكيد كلها هتبقى هيومن لانجوج. واحنا بنتكلم على ما يقارب 40 زيتا بايت من الداتا، وده رقم كبير جدا. فانت الداتا دي اللي بتيجي
من مختلف الحاجات دي، ان كان من السوشيال ميديا زي مثلا فيسبوك، انستجرام، تويتر، يوتيوب، ان كان من تطبيقات المنصه زي اشهرهم الواتساب والتليجرام، من الفورums، من البلوجز، من الجوجل سيرش اللي بتحصل على جوجل انجن. كل الكلام ده بيبقى كله ده عباره عن داتا، والداتا دي محتاجه تتهندل وتتفهم، فانا ببقى محتاج موديل انه يقدر يهندل ويفهم الحاجه دي. تمام. فلان البي بيسمح حتى للشركات انها تقدر، يعني مثلا احنا لو بنتكلم عن شركة تسويق على سبيل المثال، شركة التسويق دي محتاجة عشان تقدر تسوق لحاجة معينة، محتاجة تبقى فاهمة اتجاه الناس رايح لفين مثلا. فعلى سبيل المثال والله انا هاجي على الفيسبوك، اخد والله داتا مثلا لشهر واحد اللي احنا حاليا فيه، والداتا دي انا هديها الموديل. الموديل ده هيقدر يفهم من البوستات مثلا اللي بتنزل على فيسبوك ان والله الناس متجهه لشراء ايه، فتيجي والله شركه التسويق دي تسوق مثلا للحاجه دي. وده على سبيل المثال. فهو بيساعد في انه يخلي مثلا الشركات دي انها تقدر تتراك الحاجه اللي هي عايزاها، انها تقدر تتحكم بالحاجه اللي هي عايزاها، وفي نفس الوقت هي تقدر تحلل ان كان اسواق، ان كان معلومات، ان كان نولج، كل الكلام ده يبقى عن طريق ال NLP. وبنفس الوقت هو اصلا بيانلايز الداتا اسرع لما احنا نستخدم NLP، لانه احنا بندمج ما بين الباور بتاعت الارتفيشال انتليجنس، ما بين الكمبيوتيشنال لينجويستكس، وما بين الكمبيوتر ساينس. انه احنا قلنا هو بيجمع ما بين كل الحاجات دي. تمام. وايضا برضو في احنا عندنا بعض الحاجات اللي بتبقى في اللانجوج، واللي ببقى انا محتاج انها تتهندل، اللي هو مثلا الحاجات اللي بتبقاش منطقية، زي مثلا الايرون او الساركاستيك، اللي هو الحاجات اللي هو يعني بالبلدي كده النكتة. فانت لو هتيجي مثلا لموديل تقول له نكتة ممكن يستصعب ان هو يفهمها، لكن تعال اديله 500 بحث يفهمه ويقول لك ماشي معاك زي الفل. طب ما فهمتش النقطة. ليه؟ لأنه هنا بيبقى بيضاف نقطة جديدة. بالنسبة للبحث الكلام كله مكتوب ومعناه مباشر، لكن مثلا بالنسبة للنقطة اللي أنت هتقولها له، هيبقى في عندك intention، في نية، وممكن يبقى في مشاعر. والله ممكن طريقة طريقة كلامك وقولك مثلا للنقطة دي هو ما يلقطهاش، لأن هو مثلا ما يقدرش يكاتش الفيلينجز. فالحاجات دي كلها طبعا مع تطور ال NLP بدأ نوعا ما ان هو يقدر يكاتش كان الفيلينجز، او اللي احنا بنسميه hidden meanings. تمام. ما زال بيستصعب في الحتة دي، لكن يعني تقدم بشكل كبير جدا عن السنين اللي فاتوا. طبعا احنا كلنا شايفين كمية اصلا التطور اللي بتحصل في المودلز، خصوصا مثلا اللي احنا شايفينها بشكل كبير جدا، اللي هي زي مثلا تشات جي بي تي، زي جيميناي، الى اخره من اختلاف المودلز يعني، اللي احنا بنشوفها وبنستخدمها في حاجات كتيرة جدا، وممكن اصلا في الاستخدام اليومي، وبتسهل علينا حاجات كتير. تمام. طيب ال NLP في مراحله كان في 3 مراحل. اول حاجة وابسط حاجة واقدم حاجة كانت رولز بيست، اللي هي كانت بالبلدي كده بتعتمد على قواعد معينة بتتبعها وبتمشي بيها. يعني من الاخر بيبقى 1+1=2. طب ما ممكن يساوي كذا، لا، خلاص انا متبرمج انه عندي ده، لما مثلا يحصل حاجة الفلانية اعمل حاجة العلانية وشكرا، ما بفتيش من عندي. وبعد كده بقى الاستاتستيكال، واللي يعتبر طبعا نوعا ما نقلة، كانت طبعا في ايامها كانت تعتبر نقلة نوعية، وانه خلاص الاي اي هيدمر الدنيا. لكن لما وصلنا بقى للديب ليرنينج، لما بقى لان البي بيعتمد على النيورال نتوركس وبقى يوصل للفهم الحقيقي. ما هو ايه المشكلة كان في الرول بيست كان او الاستاتستيكال؟ هو مش فاهم انت بتقول ايه، لكن هو والله مثلا عارف انه انت والله لما تقول السلام عليكم فانت المفروض يرد عليك هو وعليكم السلام، لكن هو مش فاهم والله مثلا ان دي تحيه. لكن مع الديب ليرنينج ومع النيورال نتوركس لا، بقى يفهم الكلام ده. فانت عندك طبعا كهيستوري كده بسيط بالنسبه لان ال بي،
بدأ من ايام ال 54 لما طلع اول حاجه اللي هو الباج اوف ووردز او البي او دبليو، كاحد يعني التكنيكس المستخدمه في الفيكتورايزيشن. وبعد كده ان كان في 72 تي اف اي دي اف. وبعد كده في ال 2001، يعني بص انت فرق السنين كبير جدا، واللي هو طبعا كان بدايه ال ان ال بي وذ ديب ليرنينج كان في ال 2001، بس طبعا كان بشكل بسيط. كان ظهور الار ان ان وظهور الباي دايركشنال ار ان ان او البي ار ان ان والال اس تي ام. وبعد كده في ال 2008 المالتي تاسك ليرنينج. وبعد كده الورد فيكتور اللي تم اكتشافه في ال 2013. و والنيورال نتوركس 4 ان ال بي اللي هو بدايه استخدام فعليا للنيورال نتوركس مع التكست. تمام. وبعد كده طبعا اتطور وبقينا في السيكونس موديلز اللي هو الانكودر ديكودر موديل. وبعد كده الاتنشن ميكانيزمز والترانسفورمرز والبريتريند لانجويج موديلز. طبعا احنا كل الكلام ده هتقول لي احنا هناخد كل الكلام ده. احنا هناخد كل الكلام ده من هنا من الباج اوف ووردز لحد البري ترند واكتر من كده كمان ان شاء الله. تمام. طيب، طبعا انا هنا سايب لك بعض الامثله على كل واحد منهم لو انت يعني عايز تقراها. هو حاجه بسيطه. هنا الرولز بيست مثلا اكزامبلز ريجولار اكسبريشنز، طبعا احنا او الريجكس اللي احنا هنبقى برضو ناخدها ان شاء الله. الكونتكست مثلا فري جرامرز، دول امثله على الرول بيست اكزامبلز. مثلا بالنسبه للستاتستيكال اللي هو التراديشنال ابروتش او الماشين ليرنينج ابروتش، زي مثلا لايكليهود ماكسمايزيشن زي اللاينر كلاسيفايرز. الديب ليرنينج اكزامبل زي مثلا ار ان ان او الريكارنت نيورال نتورك والسي ان ان او الكونفوليوشن نيورال نتورك. طبعا انا كل الامثله دي بقولها لك على سبيل المثال مش الحصر. بعد كده لو احنا هنتكلم على الرول بيست، فزي ما انا قلت الكلام اللي انا قلته من شويه. الرول بيست كان اول ابلكيشن واقدم الابلكيشنز كانت خاصه بان ال بي، وكانت بسيطه جدا وبتعتمد اصلا على الاف ذن رولز، اللي هو يعني اذا مثلا قال لك كذا فاعمل كذا، اذا طب راح لكذا فانت روح لكذا. تمام. يعني بيعتمد على رولز انت بتنشئها له وبيبقى ماشي عليها، يعني كحد السيف. تمام. يعني هو خلاص انت قلت له والله لما تشوف مثلا لما تشوف انت تصرف من الشخص، او مثلا الشخص ده كتب هلو مثلا، فانت بغض النظر عن هيكتب ايه بعد كده، انت بس اول حاجه المهم ترد عليه على هلو دي. طب باقي الجمله لا، انت بس رد على ده. فكان يعتبر فعليا ما فيهوش انتليجنس، ما فيهوش ذكاء، لكن وقتها طبعا كان مكسر الدنيا. تمام. فهو بيتطلب بري بروجرامد رولز، انت بتبقى محدد له كل الرولز. طب لو جات له حاجه مش متحدده في الرولز مش هيعمل حاجه، مش هيعمل حاجه نهائيا، يعني لا بالسلب ولا بالايجاب. تمام. فكانوا بيقدروا ان هم يطلعوا لك عادي، يردوا عليك باجابات، لكن مثلا باستخدام كيورد معينه زي ما مثلا قلت لك عن مثال هلو. لكن فعليا هو ما فيش فهم للكلام اللي انت بتقوله. ليه مفيش فهم؟ لانه لا في خوارزميه، ان كان خوارزميه ماشين ليرنينج او ارتفيشال انتليجنس، انها تقدر تخلي الموديل ده انه فعلا يعني على الاقل مش يستوعب، على الاقل يتعامل بشكل صحيح بناء على الانبوت اللي دخله. واشهرهم كان اليزا. اليزا كانت تعتبر اول تشات بوت اتعمل في التاريخ، كانت اتعمل في 66. تمام. فانت عندك هنا مثلا مثال على وده طبعا الشات حقيقي، يعني مش حاجه. فانا مثلا اليزا ده جاء قال له والله هلو اي ام اليزا هاي، دو يو دونت يو ايفر سي هلو. تمام. لحد الان تمام. طيب how are you today what would you like to discuss، بتساله اللي هو ايه عايز تتكلم في ايه. قال لها I am depressed، انا مكتئب. do you enjoy being depressed، يعني انت مستمتع وانت مكتئب. فاللي هو انت حضرتك بتقول ايه. وده اللي احنا النقطه اللي احنا بنتكلم عليها، هو فعليا رد عليه طلع له اوتبوت، لكن ما فيش فهم للكلام. ليه؟ لانه ما كانش فيه انتليجنس. تمام. طبعا اللي عايز يكمل باقي الشات يعني اهي الصوره موجوده. طيب بعد كده بنيجي بقى للستاتستيكال، واللي هو بدايه استخدام خوارزميات الماشين ليرنينج مع ال NLP.
تمام. فانت عندك ظهرت بقى الاستاتستيكال ان ال بي اللي كانت بشكل اوتوماتيك، وطبعا اختلفت بيها عن الرول بيس انها بشكل اوتوماتيك بتكستراكت، بتكلاسيفاي، وبتليبل الاليمنتس الخاصه كان بالتكست او الفويس داتا. تمام. وبعد كده بتاساين ليهم statistical likelihood لكل مثلا possible meaning of those elements. بمعنى ايه؟ بمعنى والله مثلا انا بيجي والله المفروض ان انا ارد مثلا بواحد، وممكن برضو باتنين، وممكن برضو بتلاتة، لكن واحد اعلى نسبة خلاص ماشي رد بواحد. طيب هنا بقى في انتليجنس، لكن مش لازم يكون صح. ليه؟ لان هو بيعتمد على يعني على مثلا احصائيات معينة او نسبة معينة، لكن بدون وعي. وهنا احنا بننتقل لمرحلة انه من الرول بيس للستاتستيكال، ان والله الاستاتستيكال بدأ نوعا ما يفهم او يعتمد على حاجة حقيقية يرد بيها. تمام. لكن لسه بيقتصر ان هو ما قدرش يوصل للوعي الحقيقي. تمام. طيب ايه بقى اللي حل المشاكل كان الرول بيست او الستاتستيكال؟ اعتمادنا على الديب ليرنينج. اعتمادنا على الديب ليرنينج موديلز هي اللي فعلا كانت النقله النوعيه والنقله الحقيقيه في الان ال بي او ناتشرال لانجويج بروسيسنج. ليه؟ لانه اولا باستخدام الديب ليرنينج احنا بنستخدم كميه رو داتا او داتا خام او بيانات خام بشكل كبير جدا، وهي طبعا unstructured، بغض النظر بقى هي عباره عن ايه، تكست او غيره. الداتا دي كلها بتبقى الموديل حرفيا بيتعلم منها طريقة كل حاجة. بمعنى انا والله جيت او مثلا اي حد او اي طفل لما بيجي بيتعلم رياضيات، نيجي نقول له والله ايه، واحد زائد واحد يساوي اتنين. ازاي؟ طيب يا عم انت معاك برتقانة ومعاك برتقانة تانية، كان معاك برتقانتين. بتبدأ كده. بعد كده والله اتنين واتنين اربعة، وخلاص والله مثلا بعلمه اول او اساس او فكره عمليه الجمع. وبعد كده خلاص يقدر يجمع اي رقمين. يعني هو احنا دلوقتي انا هاجي اقول والله مثلا 555334 زائد 75224. هو انا خدت الرقم ده لما كنت بتعلم عمليه الجمع؟ لا ما خدتوش، لكن اعرف اجمعه. تمام. فانا بقى ايه باستخدام الديب ليرنينج ده اللي انا عايز اوصله، او عايز اوصل موديل للمرحله دي، انه انا اديله الداتا الخام، ومن الداتا الخام يقدر يكستراكت الباترن بتاع الكلام، يقدر يفهم الجرامرز، يقدر يفهم تركيبه الجمل، يقدر يفهم معاني الكلمات، وازاي مثلا معاني الكلمات بيختلف باختلاف السياق. كل الكلام ده كان او يعني قدرنا نوعا ما نحققه باستخدام الديب ليرنينج مع ال NLP. طيب كل ده باستخدام ايه؟ باستخدام النيورال نتورك مودلز اللي احنا هنتعرف عليها ان شاء الله في المحاضرات الجايه. وهنا هسيب لك بعض الامثله للي ايه يعني بس كده حابب يقرا كبدايه، ان احنا طبعا الكلام ده كله هنبقى نتكلم عليه بالتفصيل، لكن انا عايز اقول لك مثلا بعض الامثله زي السيكونس موديل، او اللي بتبقى اختصارا كده، او الانكودر ديكودر موديل. عندك الترانسفورمر موديلز، عندك الاوتو ريجريسيف موديلز، فاونديشن موديلز. طبعا كل موديلز دي تعتبر موديل او معلش ادفانسد موديلز. تمام. انا هبقى سايب لك شويه كلام بالنسبه للاربعه بس كده، يعني كلام عام، لو انت قراته هيبقى كويس ليك، لو ما قراتوش يعني مش هيدورك، انه كده كده انت الكلام ده هتاخده لقدام. تمام. طيب نيجي بقى للكومبوننتس، وده المهم. الكومبوننتس بالنسبه لي عباره عن ايه؟ بالنسبه قصدي لان البي او ناتشرال لانجويج بروسيسنج، انه انا في عندي قسمين رئيسيين. تمام. معلش ثانيه يا شباب كده في مشكله في الشير. طيب عايز حد بس كده ياكد لي سريعا ان الشاشه ظاهره والصوت واضح. يس مهندس كل شيء واضح. تمام.
طيب فاحنا ايه قلنا، وده اللي احنا اوريدي انا ذكرته لكم في بدايه المحاضره، انه والله الناتشرال لانجوج بروسيسنج او ال NLP بينقسم لقسمين اساسيين: Natural Language Understanding أو اختصارا NLU، أو اللي هي نفسها علم الموديل باللينجويستكس اللي هو علم اللغويات. والقسم الثاني Natural Language Generation، واللي هو بيطلع لهيومن لانجوج كأوتبوت، أو بيجينيريت، أو بيكتب بنفسه، أو لو احنا نقولها كده بالبلدي كده كأني بقول إنه الموديل بيكتب. تمام؟ طيب بالنسبة للناتشرال لانجوج اندرستاندينج أو ال NLU ليها أقسام، زي السنتكس اللي هو هيكل او تركيب مثلا الكلمه او الجمله، زي السيمانتكس الخاص بالمعاني. طبعا الكلام ده كله اوريدي في اللينجويستكس موجود. تمام، فانا اوريدي اصلا الموديل بتاعي محتاج يبقى فاهم اللينجويستكس عشان يبقى ايه، يقدر يفهم تركيب الكلام نفسه. فعندك الفونولوجي والمورفولوجي والبراجماتكس. طبعا الكلام ده كله احنا هنفصله يعني دلوقتي عشان بس ناخد فكرة عن كل حاجة من الأقسام دي عبارة عن ايه. بالنسبة للناتشرال لانجوج جينيريشن، طبعا اللي هو بيطلع ناتشرال لانجوج تكست، اللي هو انا قلت لك باختصار كده بيكتب. تمام. طيب بعد كده ال NLU، واللي احنا كنا بنتكلم عليه من شوية، واللي هو يعتبر يعني مش هنقول ان هو اهم من ال NLG. تمام، لانه ال NLG مش هيعتبر الموديل بتاعك موديل متكامل الا بوجوده، لكن ال NLU هو بيبقى فيه الكومبلكسيتي العاليه. ليه؟ لانه هو اللي محتاج يوصل او يوصل الموديل للفول اندرستاندنج للجمله دي مثلا. تمام، فال NLU هو عباره عن فرع من ال NLP بيركز على تحليل المعاني. ركز هنا ايه، خلف الجمل. يعني ايه خلف الجمل؟ يعني بكل بساطة زي ما انا قلت لك على مثال النكتة، انت والله تقصد فيها حاجة معينة. تمام، هو بالنسبة له لا بيفهم بشكل مباشر، فما يقدرش يوصل لها او ما يقدرش يفهمها. فاحنا عايزين بقى ايه، ان هو يقدر يوصل للفهم والمعاني والتركيب وكل الحاجات اللي احنا قلناها دلوقتي. تمام، عشان يقدر يوصل لايه، للفول اندرستاندينج بهايد ذا sentences، او اللي انا قلت لك اياها بمصطلح كده، قلت لك ايه، hidden meanings. فالان اليو بيخلي السوفت وير اللي هو طبعا احنا نقصد فيه الموديل، تمام، انه يقدر مثلا ان هو يلاقي السيميلر مينينجز. يعني مثلا انا بعيدا عن الكلام اللي مكتوب، لو انا عندي مثلا كلمة، الكلمة دي موجودة، نفس الكلمة موجودة في جملتين، فممكن الجملتين دول الكلمة معناها يختلف. ليه؟ والله حسب السياق، حسب لو هي صوت، حسب والله مثلا لو احنا نتكلم في كلمة عربية ممكن يختلف نطقها، بيخلي معناها يختلف برضو. ففي حاجات كتيرة. تمام، المهم بقى باختلاف الحاجات الكتيرة دي عبارة عن ايه، واللي هي اصلا اوريدي المفروض الموديل يبقى عارفها، دي كلها بتبقى في لين اليوم. تمام، على سبيل المثال مش الحصر، عندك السنتاكتيك اناليسيز الخاص بايه، بتركيب الكلمات او الجمل. عندك السيمانتيكال اناليسيز، المورفولوجيكال اناليسيز، الفونولوجيكال اناليسيز الخاص بالصوتيات، البراجماتيكال اناليسيز، والديسكورس اناليسيز. طبعا الكلام ده كله هنبدأ نشرحه دلوقتي. طيب السينتاكتيك اناليسيز عبارة عن ايه؟ والله ده جزء من اجزاء ان البي اللي بيبقى فيه الموديل. تمام، بيبدأ يحط، وركز هنا، معاني الكلمات مع بعض. بمعنى ادق اكتر، ان هو بيدي الاستراكشر الخاص بالكلمات، بيفصلها وبيجيب معنى كل كلمة لوحدها وبيحطها في الجملة. هل انا كده وصلت طب للفهم الصحيح ولا لا؟ عايز حد يجاوبني على السؤال ده. هل انا وصلت كده للفهم الصحيح؟ لا، ليه؟ لأنه كل كلمة لحال أجت، فإنه يعني كل كلمة لحال، فكل كلمة وعي، كل كلمة فردية ما بتتم معنى الجملة كاملة. صحيح، لانه بكل بساطة انا لما بس اعرف معاني الكلمات او الاستراكشر بتاع الكلمات ده مش هيبقى كافي. عشان كده كل الحاجات اللي انا قلتها لك هتبقى متكامله، لكن احنا خلينا حاليا يعني بالسنتكتيك، وهنكمل
لا السيمانتيكال واللي بعده. تمام. يبقى احنا كده فهمنا السنتاكتيك ده عبارة عن ايه. معذرة. فازاي بقى الطريقة اللي الموديل او الكمبيوتر بيعملها، ان هو بيستخدم الباترنز او البروجرام باترنز اللي موجودة في اللانجوج، عشان يعني لو نقولها كده بالبلدي يكشف الغطاء عن الهيدن مينينجز. تمام. طبعا هو بيبداها بشكل يعني مفصول وبنفس الوقت مش مفصول، بمعنى انه والله هو بس بيبداها انه اول حاجه مثلا بيفصل الكلمات، بعد كده بيجيب معنى كل واحده فيهم. تمام. بعد كده بيكمل والله المفروض يشوف حسب السياق، بعد كده الخ الخ الخ. طبعا الكلام ده كله في الان اليو ككل. تمام. لكن بالسنتاكتيك اناليسيس زي ما انا قلت لك هو بيجي بيفصل الكلمات. تمام. هو بيهمه الاستراكشر. ما هو السنتاكتيك بيهتم بايه، او السنتكس بيهتم بايه، بطريقه الكتابه. طيب طريقه الكتابه بقى هنا بالنسبه للسنتكتيك اناليسيز انا بيفيدني في ايه لما اعمل سنتكتيك اناليسيز؟ انه بكل بساطه هل الجمله دي تتبع قواعد الكتابه بتاعه الناتشورال لانجوج ولا لا. تمام. زي مثلا ان والله ده مبتدا فبعده خبر المبتدا، هل الجمله دي تتبع القاعده ولا لا؟ ده اللي انا اقصده في القواعد، قواعد اللغه. وده اللي انا ببقى محتاجه من السنتكتيك اناليسيس. تمام. طبعا المصطلح ده انا بس يعني محتاجين نعرفه مخصوص عشان هيمر علينا لو قدام كتير. ambiguate. تمام. او ambiguation اللي هو الغموض. طبعا احنا هنتكلم عليه اكتر لو قدام يعني، لكن انا بس عايز تعرف الكلمه نفسها كمعنى بالعربي. الامبيجويشن اللي هو الغموض، اللي هو مثلا ممكن الكلمه تحتوي اكتر من معنى، وممكن بنفس الوقت الكلمه تختلف معناها على حسب السياق. هنا نقصد ده الغموض. طيب الديس امبيجويت انا قلت لك ايه؟ قلت لك كاني بكشف الغطاء او فعليا بوصل للمعنى الحقيقي مش اكتر، او بكشف الغموض اللي هو بالنسبه للمود الغموض. تمام. من خلال السنتكتيك اناليسيس. طيب نيجي ناخد مثال عشان نفهم. انا دلوقتي في عندي جمله بتقول لك ايه؟ كاربون اوفستنج هوليدايز، بعد كده نقطه، بعد كده جمله جديده قال لك ايه؟ اتس اور جرينست ايديات. انت طبعا اول يعني لما تقرا الجمله خلاص انت اوريدي يعني مش حتى ما نقدرش نقول مايكرو سكندز، اقل من كده كمان. تمام. لكن ايه، انت خلاص انت والله بتقرا وفاهم. لكن بالنسبه للموديل المفروض الموديل يفهم انه انا هنا لما بقول اتس اور جرينست ايديا، تمام، انا بقولوش والله دي اخضر فكره مرت علينا، او دي اخضر فكره بالنسبه لنا. يعني ايه اخضر فكره؟ لا، هو محتاج يفهم انه انا اقصد هنا جرينست ايديا، او جرين هنا ما اقصدش بيها الكلر او اللون الاخضر. لا، انا اقصد بيها انه ليها هيدن مينينج. انه جرين بيجي معناها ايه؟ environmentally friendly، او صديقة للبيئة. تمام. فهو هنا بالنسبة له ده، بص انا ازاي عرف ان هو لا والله هنا ما يقصدش انها color، هو هنا يقصد انها environmentally friendly. ده disambiguation. وده السنتكتيك اناليسيس. طيب السيمانتيك اناليسيس. السيمانتيك اناليسيس من اسمه طبعا السيمانتيك معناها معاني، السيمانتيك اناليسيس تحليل المعاني. فالسيمانتيك في ال NLP بيبدأ يبص على معنى الجملة ككل، بدل ايه؟ بدل الكلمات المنفردة زي ما كان بيحصل قبل كده. طيب فأسهل طريقة عشان احنا نفهم الفرق ما بين السينتاكتيك والسيمانتيك، ان انا والله اقول لك انه السينتاكتيك اناليسيز بيبص على جراماتيكال ستراكشر. هل الجملة دي او الكلمة دي توافق قواعد اللغة ولا لا؟ طيب توافق بقى. تمام. باجي بقى لنكست ستيب. السيمانتك بيبقى مهم عشان افهم، تمام، او اطلع المعنى الحقيقي للجمله. احنا ما بنتكلمش على ايه individual words، احنا بنتكلم على sentence بحالها. تمام. فالسيمانتك اناليسيز هو عباره عن structure بيسجل او بيأساين او بيعرف المعاني بتاعت الكلمات.
لكن بالنسبه لايه، للجمله ككل. فالاستراكشر ده بيبقى اول حاجه بيحصل الكرييشن من السنتاكتيك انالايزر، وبعد كده بيتنقل السيكونس اوف ووردز دي او تسلسل الكلمات ده لستراكشرز بتبين ازاي الكلمات متصله مع بعض. تمام. فالسيمانتكس بقى او السيمانتك اناليسيس بيركز بس على المعنى الحرفي او المعنى اللي موجود في اللي هو في مثلا في قاموس اللغه بتاعت الكلمات او الجمل او الفريزز الى اخره. فده معنى انه ايه، انه السينتاكتيك انالايزر لما يبقى مع السيمانتك انالايزر فبيبقى غير ان انا شفت الجراماتيكال ستراكشر، انا كمان بقى في معاني متسجله للكلمات باستفادتي واستخدامي للسيمانتك انالايزر. طيب المورفولوجيكال اناليسيس طبعا احنا كل ما نقدم يا بيبقى نيكست ستيب يا بيبقى مور ادفانسد، وكلهم متكاملين مع بعض. تمام. وطبعا من الشرح هتفهم اكتر. طيب المورفولوجيكال اناليسيس عباره عن ايه؟ والله بيقول لك انه المورفولوجيكال اناليسيس بيبص على الورد كومبوننتس والمينينجز باستخدام الماشين ليرنينج. احنا كده ايه، احنا كده بنتكلم على ادفانس، احنا كده بنتكلم على كلام كبير. تمام. في الاول كنا بنقول سينتاكتيك بيبص على الجراماتيكال، ونقول سيمانتك بيبص على المعاني. لا، انت عندك بقى المورفولوجيكال بيبص يا باشا على كله باستخدام الماشين ليرنينج. فهو بيبص على ايه، على الورد فورميشن والكومبوننتس باستخدام الماشين ليرنينج. ليه؟ لانه مش كل الكلام تبقى ببساطه كتابتها. تمام. فاحنا لو على سبيل المثال الجمله دي، نفترض انه انت ايه، انت شغال في كول سنتر، تمام، لمطعم معين، وجات لك والله شكوى من كاستمر. الكاستمر ده بيقول لك ايه، I am unhappy that the food was uncooked. يعني من الاخر كده والله الاكل ما كانش مستوي كويس. وانت ايه، انا خلاص فهمت الجمله دي مجرد ما قراتها، لكن بالنسبه للكمبيوتر لا، محتاج ان هو يقسمها عشان يقدر يستنبط المعلومات منها. فاحنا مثلا نشوف هيقسمها ازاي. هيجي يقول والله اي ده ايه، ده الشخص اللي بيتكلم. ام اللي هو ايه، هيبدا يعبر عن هو عايز يقول ايه. unhappy لا والله unhappy دي انا محتاج، يعني الكلمه دي محتاجه ايه، افصلها اكتر. فايه بتبقى محتاجه بريكنج داون تاني. فهو حاطط on اول حاجه اللي هو البريفكس اللي هو بمعنى not، وبعد كده happy اللي هو ايه، جذر الكلمه اللي هو مثلا بمعنى pleased. كده والله هي بتبقى في الديكشنري. طيب بعد كده ده بالنسبه لانهابي. بعد كده ذا، والله ده هنا ايه، يقصد الايتم اللي هيتكلم عليه دلوقتي. تمام. فود ده بقى الايتم. طب ماله بقى الايتم ده، was معناه ايه في الماضي، uncooked طبعا برضو ايه، دي بالنسبه له برضو جمله، دي بالنسبه له ايه، كلمه محتاجه تتفصل تاني. فبيبقى ايه، طبعا دي لها ثلاث اقسام. ان بريفكس بمعنى not، كوك اللي هو جذر الكلمه بمعنى انه ايه، انه حاجه تطبخ ما تبقاش ايه، رو او نيه. وفي الاخر الاي دي اللي هو السفكس اللي هي بتاكد انه الحاجه دي حصلت في الماضي. تخيل كميه التفصيل والبريكنج داون عشان يقدر يوصل للجمله اللي انت اوريدي فهمتها في ثانيه. تمام. فبالنسبه بقى للكمبيوتر بشكل عام، وبناء على اللي احنا دلوقتي احنا فهمناه، هو بالنسبه له ايه اللي هو من التحليل اللي احنا شفناه دلوقتي، ان هو بيبقى بالنسبه له في عنده nonsensical meanings، او يعني بالبلدي كده والله في عنده كلمات، الكلمات دي يعني مش فاهم ايه العلاقه ما بينهم. فبيقوم بقى ايه، مجمعهم او ضايفهم مع بعض عشان يطلع string اللي احنا قلنا هو ايه، نفسه التكست. من السترنج ده بقى يقدر يوصل للفهم، بغض النظر عن هو مثلا ما وصلش للفهم الكامل، لكن ايه بيبدأ يوصل للفهم. الليكسيكال اناليسيز في المورفولوجيكال اناليسيز بيبص على معنى كل كلمة
ان ريليشن لايه؟ للكلمات المحيطه. يعني لما يجي يبص على الكلمه بيطلع معناها حسب مثلا الكلمه اللي قبلها والكلمه اللي بعدها. هو سياق بس مش كامل، لان احنا المفروض نبص على ايه؟ على الجمله ككل. فبالحاجه دي مثلا لو جينا احنا قلنا ايه I want to address the manager with this issue، اللي هو بمعنى ايه؟ انه الكاستمر بيقول انا عايز ابلغ المدير بالمشكله دي. تمام. فالمورفولوجيكال اناليسيز وقتها الموديل او الكمبيوتر بيبقى محتاج انه يفهم كل كلمه من دول معناها ايه بناء على الكلمات التانية او السراوندنج ووردز. فمثلا على سبيل المثال عندنا والله كلمه ادرس. طب ما كلمه ادرس ممكن اصلا يبقى معناها ايه؟ عنوان. هو ما لكن انا هنا حسب السياق جايه بمعنى ابلغ. لكن هو ايه؟ ممكن يبقى ليها معنى تاني اللي هو ايه؟ اللي هو مثلا العنوان، اللي هو يعني مثلا ممكن الموديل يفهمها ان والله الكاستمر عايز العنوان بتاع المدير، يقوم بقى الموديل باعت له العنوان، نبقى احنا رحنا فيه. فالحاجه دي بقى ايه؟ محتاجين يبقى الموديل فاهم انه لا، لو هيسأل على العنوان هيختلف السراوندنج ووردز. تمام. فمثلا لو هو بيبص على كلمتين قبل كلمة ادرس I want to. تمام. لكن لو احنا هنيجي لو هو عايز الفيزيكال ادرس او اللي هو العنوان فيقول ايه I want the address of the manager for this issue. انا عايز عنوانه، لا انا مش عايز ارفع له مشكلة، انا عايز اضربه فادي لي عنوان. فهنا بالنسبه بقى للموديل بتبدا ايه؟ تبدا الجمل بقى تبقى ميك سنس اكتر، منطقيه اكتر. لكن ايه؟ دلوقتي محتاج ايه؟ انفورميشن اكتر. ليه؟ طلب العنوان عشان يروح يضربه، فانا محتاج اديله العنوان. تمام. هو حد يعملها رجاله بس. طيب نيجي بقى لنقطه رقم 4، الفونولوجيكال اناليسيس. الفونولوجيكال اناليسيس الليفل ده بيبدا يتعامل مع الانتربريتيشن بتاع السبيتش ساوندز، الاصوات. تمام. طب عشان نفهم اكتر ازاي يعني بيتعامل مع الانتربريتيشن بتاع الاصوات، نيجي نعرف هو اصلا ايه الثلاث انواع من الرولز الموجوده في الفونولوجيكال اناليسيس. والله عندك الفونتيك رولز، وعندك الفونيميك رولز، وعندك البروسوديك رولز. الفونتيك رولز هي عباره عن ايه؟ الاصوات بتاعه الكلمات، بمعنى ان الكلمه دي بتتنطق كذا. تمام. طب الفونيميك رولز هي عبارة عن ال variations of pronunciation when words are spoken together. على سبيل المثال ايه؟ لو انا مثلا في الكلمة نفسها بتتلفظ بطريقة معينة، لكن لو الكلمة دي جت مع الكلمة الفلانية لا، فلفظها هيختلف. تمام. ده باختصار قوي يعني الفونيميك رولز. طب البروسيدك رولز ده بقى لا، fluctuation in stress and intonation across a sentence. يعني مثلا والله الكلمة دي اتنطقت في الجملة دي مثلا بصوت عصبية، فممكن يبقى ليها معنى، لكن اتقالت بصوت هدوء فبقى ليها معنى تاني. تمام. فبشكل عام لان البي سيستم ايه؟ بيستقبل السبوكن انبوت اللي هو بيبقى عباره عن ايه؟ الموجات الصوتيه. الموجات الصوتيه دي بيحصل لها تحليل اناليسيز، وبيحصل لها انكودنج لايه؟ لديجيتال ساين. الديجيتال ساين دي بقى ايه اللي بيتم استخدامها؟ لا انتربريتيشن، باستخدام بقى الفيريس رولز اللي احنا قلناها. طبعا كل واحده من دول بيبقى فيها تفاصيل كتير يعني، بس انا بقول لك بس باختصار. تمام. فان كان باستخدام الثلاثه او واحده منهم، ده بقى بيعتمد على الموديل نفسه. طيب براجماتيكال اناليسيز عباره عن ايه؟ البراجماتيكال اناليسيز it interprets، ودي مهمه بس نقراها، it interprets message content according to the context using common sense and the knowledge of the world to understand and employed meanings, make inferences and even understand sarcasm and irony. طيب ايه هنا بقى الاختلاف؟ هنا لا، بقول لك بص يا باشا انسالي، طبعا هو مش انسالي بس انا بقول لك بشكل بلدي يعني، انسالي اللي فات. تمام. انا بقى ببص على المسج كلها. تمام.
وبربط ما بينهم بناء على السياق، لكن باستخدام ايه؟ باستخدام الحس العام والمعرفة. فده بيخليه ايه؟ بيخليه يقدر يفهم اللي انا قلت لك عليها hidden meanings او implied meanings. وممكن حتى يوصل لايه؟ ان هو يقدر يفهم الساركازم او الايروني اللي انا قلت لك. هم اصلا دول بالنسبه للموديل انت بتقول حاجه عجيبه. يعني انت بص، اديني هوم وورك، اديني ابحاث، اديني اكتشافات افهمها، لكن تيجي تقول لي نكته، لا ما افهمهاش. تمام. فده بقى ممكن يوصله حتى ان هو يفهم الساركازم اللي هي السخري، ساركازم اند ايروني. تمام. البراجماتيك ليفلز اوف ان ال بي بتتعامل بقى مع المعاني الحقيقيه اللي بتبقى في الواقع، لا التواصل. فالبراجماتيكال اناليسيس ده هو اللي بيبقى نقطه القوه، واللي بيفرق ما بين مثلا فويس اسيستنتس. تمام. بغض النظر طبعا هي فويس اسيستنت او كلام او يعني كتابه، تكست، زي مثلا سيري او بيكسبي او اليكسا. هنا بقى بيتجلى قوتهم. كل ما كان قوي اكتر في البراجماتيكال، كل ما كان قوي اكتر في الاداء. ليه؟ لان هما مش بس بيقسموا الجمله وبيقسموا المعاني لكل كلمه ولكل جمله زي الحاجات اللي احنا قلناها قبل كده، لا، ده هو كمان بيبص ايه الغرض من الكلام ده، من الكلمات دي او من الجمله دي او من الجمل دي. فهو بقى ايه بقى؟ يعني اللي بياخده بالحسبان اكتر، فطبيعي هيوصله ايه لفهم اعلى. طب التعقيد ده بقى كله، الكونتكست بيبقى ايه؟ في كومبلكسيتي عاليه. فالكومبلكسيتي العاليه دي انت ما تقدرش الموديل يوصل للاندرستاندنج ده الا باستخدام الديب ليرنينج. تمام. زي مثلا اليكسا او غيرها من البرامج. طبعا ايه، معلش، بالنسبه بس لاليكسا او بيكسبي او سيري او جوجل اسيستنت او كل الكلام ده، بيفيدهم انه بيبقى فيه يوزر هيستوري، يبقى فيه اللي هو تاريخ الشخص نفسه. والله مثلا هو من خلال بعض الاسئله فهم انه والله مثلا بيحب افلام الرعب، فلما يجي يقول له والله اقترح لي فيلم، فهيقترح له فيلم رعب. تمام. فالحاجه دي بتسهل عليه اكتر. لكن ليه؟ لان هو اصلا يعني مثلا لما بيبقى على موبايل هيتعامل مع واحد. لكن مثلا لو انت في حاله كول سنتر، انت اصلا ما فيش حاجه اسمها يوزر. انت في واحد بيتكلم، ممكن يكلمك مره بص ما تسمعش الصوت التاني، وجاي يكلمك على طول، لكن برضه في الاول وفي الاخر انا ايه؟ انا ما عنديش يوزر معين. هنا بقى بتبدا الصعوبات تبان. ليه؟ انا ما عنديش يوزر هيستوري، ما عنديش حاجه تفيدني انا هتعامل معاه ازاي. عشان كده احنا بنخليه يتعرض لحالات كتيره جدا عشان يقدر يفهم ويرد على الناس. طيب، نيجي بقى للديسكورد اناليسيز، واللي انا بقول لك لحالات كتيره دي برضو مش هتبقى كفايه، لان انا برضو محتاج حاجات كبيره، زي مثلا محادثات كامله او اجزاء باراجرافز، اسايز، الخ الخ. تمام. هنا بقى الديسكورس اناليسيز ده اللي بينفولف تحليل اللارجر bodies of text or conversations to understand how the various parts of the text relate to each other and contribute to the meaning as a whole. يعني هو بيبدأ بيحلل قطعة كبيرة من الكلام أو محادثات بحالها. ليه؟ عشان يقدر يفهم إزاي الأجزاء المختلفة في الكلام بيبقى في ما بينهم إيه؟ ريليشن شيب ما بينهم وبين بعض. وبنفس الوقت يقدر يفهم المعنى ككل بالنسبة لإيه؟ لللارجر بوديز اوف تكست. احنا كنا من شويه بنقول يعني وورد، وبعد كده قلنا سنتنس، وبعد كده بقينا نقول ووردز وسنتنسز. لا، احنا دلوقتي بنتكلم على قطع كامله. في الجمل دي بيبقى ايه؟ بيبقى مثلا مثالا على ذلك، على الجمل دي مثلا انا قلت ايه؟ قلنا جمله I don't like this service provider, I am going to find another one. ايه معنى الجمله؟ ان انا والله ايه؟ والله انا ما حبيتش المزود الخدمه ده، فهدور على واحد تاني. ده احنا فهمنا كده. لكن في وده اللي احنا عايزين ايه؟
عايزين انه الموديل يفهمها، انه والله اليوزر بيقول انه ما عجبوش مزود الخدمه ده، فمحتاج انه ايه، يدور عليها، لا على حاجه تانية. تمام. لكن لو انا جيت والله الموديل جه قرأ ايه، I am going to find another one. تمام. دي مش هيبقى ليها معنى غير ايه، انه اليوزر او الشخص اللي بيتكلم بيقول ان هو ايه، ان هو هيبقى يدور على حاجة تانية، لكن ما تحددش ايه، وهو بيقول another one. الون دي عبارة عن ايه؟ ده اللي بقى اللي بيعرفوا مثلا او اللي بيفهموا الديسكورس اناليسيز. تمام. انه one او الحاجة المقصودة هنا ممكن يبقى ليها مليار معنى او مليار حاجة دلالية، لكن انا محتاج افهم انه ايه، انه والله هو هيبص على الجملة اللي قبلها فيلاقي ان هو قال ان هو ما حبش مزود الخدمة ده، فهنا يقصد في another one ايه، يقصد في another one انه هو يقصد ان هو عايز يدور على مزود خدمة تاني. تمام. طيب ازاي انا بقى بخلي الموديل يفهم الكلام ده؟ من خلال حاجة اسمها انافورا ريزولوشن، او من الاخر كده تكرار. يعني الا ما يجي مثلا ايه، انه والله الجملة دي الا ما تتكرر بشكل مختلف. والله I don't like مثلا this cake shop. I don't like مثلا this مثلا this cup. I don't like this car. I don't like مش عارف ايه، وبعد كده ايه، يقوم جاي قايل الجملة دي. تكرار الحاجة دي على الموديل هيخليه يفهم انه في باترن وريليشن شيب ما بين دي وما بين دي، وده اللي بيخليه يوصل لايه، يخليه يوصل للفهم. فبعد كده لما اجي انا اديله الجمله دي، اول ما اشوف كده هقول لك اه والله 1 دي هنا يقصد فيها حاجه، واللي يقصده يبقى مثلا في الجمله اللي قبلها، طبعا هنقول على حاله واحده. تمام. والجمله اللي قبلها والله اه هنا بيتكلم عن سيرفيس بروفايدر. تمام. فاحنا مثلا بالنسبه لما كنا بنشرح في السينتاكتيك اناليسيز على الجمله بتاعه الكربون اوف سيتنج هوليدايز اتس اور جرينست ايديا، هنا ايه اللي يقصده على الايديا ايه، هيقصد الكربون اوف سيتنج هوليدايز. ايديا هنا هترجع على الجمله دي. طيب ازاي بقى برضو الموديل هيفهمها؟ من خلال انه هيتكرر عليه نمط، انه يتقال مثلا حاجه بعد كده ينتهي الجمله يبدا جمله جديده ويبقى يقصد الجمله اللي قبلها. تمام. حد عنده اي سؤال او في حاجه مش فاهمها؟